تم إيقاف شخص في منطقة لساسوا بالدار البيضاء من قبل المصالح الأمنية بسبب الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات. ووفقا للمعلومات التي أوردتها مصالح إعلامية، فقد تلقت فرقة محاربة العصابات معلومات حول شخص يشتبه في نشاطه في ترويج المخدرات في المنطقة المذكورة، ونصبت له الفرقة كمينا تمكنت من خلاله من توقيفه أثناء قيادته لسيارة من نوع ستروين بيرلانجو، وقد تم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تبين في إطار البحث الأولي مع المشتبه به أنه يعمل دركيا بالمركز الترابي كروشن التابع للقيادة الجهوية بمدينة خنيفرة، ويحمل رتبة ضابط صف ويتمتع بالصفة الضبطية. وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بوضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال مراحل البحث، وسيتم عرضه على القضاء في وقت لاحق.